زين يا راشد، واضح أنك تعاني من مرض اسمه متلازمة قنوات التواصل الاجتماعي. هذا المرض يخليك تقتل خصوصيتك، تشارك متابعينك كل تفاصيل يومك. هذه الحقنة لأول مرة يتم تجربتها، راح تقتل فيك مثل هذه العادة. هلا، كيف حالكم؟ حبيت أخبركم إني تو طالع أنا من عيادة الطب النفسي، وأعطوني إبرة عشان أحافظ على خصوصيتي في السوشيال ميديا. لايك، تستاهل اللايك يا حمود. ما شاء الله عليك، مدير عام و30 سنة خبرة وتستخدم النقل العام. لايك لايك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما بقى في عقل. خير إن شاء الله يا ولدي، إيش تريد؟ عجبتوني صراحة وحبيت أتبعكم. أنا أصبحت من متابعينكم. فولو، أسوي لكم فولو. يلا يلا امشوا، خلونا نتبعكم. شوف الحال، الحين ذا مجنون وإيش بالضبط؟ هلا والله يا جماعة، أنا الحين ببدأ الأكل. طلبت أحلى بيتزا، شوفوا أحلى بيتزا. راشد، احنا في مكان عام، في مطعم. أنا بديت الأكل. هلا بالكل. طبعا نوم تايم. اليوم كان يوم متعب وحبيت أقول لكم تصبحوا على خير. أول ما أصحى بخبركم. الحمد لله إنه حلم. ما هبي إبر دكتور، ما هبي إبر، خليني أروح لمتابعيني. هلا سناب شات. حاب أشكر كل متابعيني.